اهلا بيكم وفيديو النهارده للناس اللي بتحب المحشي. يلا تعالوا جايبه لكم وصفه محشي بجد الريحه تجنن والشكل والطعم ملهوش حل. ما اصل ده شغل فاخر من الاخر. تعالوا نشوف الكوسه كده. شايفين الكوسه شكلها جميل قد ايه؟ المحشي كله بجد ملهوش حل. وتعالوا ندوق كده الجمال ده. زبده يا اخواتي. وتعالوا نشوفوا الفلفل برضه، بس هاكل دي برضه. هتشيل الغطا بتاعه ده كده وتشوفوا الجمال. تعالى نفتحوها. شايفين المحشي وجماله؟ بجد محشي ملهوش حل. وقبل ما نبتدي الوصفه بتاعتنا، اللي اول مره بيشوفني انا اسمي سلمى، واشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم المحشي لايك وشير، ويلا بينا على الفيديو. ومعانا دلوقتي فلفل اخضر حامي، وده برضو خلي بالكم ده حامي جدا الاصفر ده، وكوسه. طبعا الكوسه كبيره هنقطعها، يعني انا هقطع دي 3، ادي 1 2 3. نخلي قلبها. طبعا كلكم شاطرين وبتعرفوا تخلوها ازاي اهي. شايفين بالشكل ده. وتخلي جدارها تخين شويه عشان تعرفي تشيليها ويبان فيها طعم الكوسه برضو. بصي، ودي بنطلع كده، ادي قلبه فاضي اهو. هنوريكم واحد من اللي هو انت هتشيلي، تخلي العنق فيه وتقطعيه بالشكل ده وتخليه شابك كده، وتطلعي القلب بتاعه ده. هتطلعيه بالمقوره لانه مش هينفع بالسكينه علشان ما تقطعيش الغطا. وده بيبقى شكله حلو قوي في التقديم بغطاه كده. بصي بيبقى شكله حلو قوي. وممكن بنفس الطريقه ده برضو تسيبيه بغطاه، او ممكن تعمليه بالمقوره. او هنعمل الكميه كلها بالشكل ده ونوريها لكم في الاخر. حطينا القلب بتاع الكوسه في قعر الحله، الفلفل بتاعنا والكوسه خلاص جهزناهم كلهم. وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معلش الكاميرا ما كانتش مفتوحه. زي ما قلنا الخضره بتاعتنا بنغسلها وننشفها، ادي الشبت والبقدونس والكزبره، وبنيجي نربطه باستك او اي حاجه من فوق ونبتدي نخرط من تحت كده، بيبقى اسهل بكتير اما ما تخرطي من عند الراس. وكده الخضره جاهزه عندنا. فرمنا البصل والبصل جاهز. دي طماطم على صلصه، هننزل عليها البصل. زي ما قلنا البصل والخضره بيدوا المحشي طعم حلو قوي. لو بتحبي المحشي مزز هنجيب السماق ونحط معلقه كده، دي معلقه صغيره والتانيه ناقصه، يعني قولي معلقه كبيره سماق لو عايزاه مزز. ولو عايزاه حامي حطي عليه قرن شطه حامي، نص معلقه 7 بهارات. وما ننساش الملح والفلفل. وطبعا هنحط عليها زيت. طبعا زي ما قلنا مفيش تسبيك ولا حاجه، كله ني في ني. انا هحطها على البوتاجاز غلوتين واطفي عليه. الخضره اللي احنا خرطناها هننزل بيها على الطماطم وهنقلبهم مع بعض. شوفوا خضره قد ايه وبصل وطماطم، هم دول اللي بيخلوا طعم المحشي ملوش حل. الناس بتوع الدايت او اللي عندهم سكر، معانا الكينوا اهي، الكينوا الساده، وادي الكينوا الملونه. لو تحبي تعمليها بالكينوا اللون اللي يعجبك اعملي بيه. ده بالنسبه لبتوع الدايت وبتوع السكر اللي يحبوا ياكلوا محشي نفسهم فيه يعملوه بالكينوا. اما الناس العاديه هتحط رز عادي. ويلا بينا. وهنا معايا كوبايتين رز هنضيفهم وهنقلب الخليط بتاعنا بالشكل ده. هنجيب الكوسه بتاعتنا اهي ونبتدي نحشيها. طبعا زي ما احنا عارفين هنعملها كده. شوفوا نزل كتير ازاي. ومش هنملاها قوي عشان اما تستوي ما تطلعش بره الكوسه. شايفين سايبينها فاضيه قد ايه. وبرده الفلفل هنعمله بنفس الطريقه، وهنعمل المحشي كله بالطريقه ديت والاخر نوريه لكم وهو في الحل. وكده خلصنا المحشي بتاعنا. بس فضل معايا رز عملت فيه 4 وحدات طماطم، والطماطم اللي خرجت من جوه انا فرمتها
اهيت، مش عارفه شايفينها ولا لا. وهحط عليها شويه ملح وهنزودها. وتخلي بالك وانتي بتزودي الميه او عصير الطماطم ما تحطيش كتير، لان احنا عندنا الطماطم هتنزل ميه، الكوسه هتنزل ميه. ولو احتاجت بعد كده ممكن ان انتي هتبصي تجيبيها في القعر كده معلقه صغيره، تاخدي رز من جوه هنا تشوفيه استوى ولا لا. استوى خلاص، ما فيهاش ميه ولسه ني، ممكن تزودي حبه بحبه يعني. بس شويه محشي ملوش حل. ويلا بينا على البوتاجاز وتعالوا نشوفوا المحشي بعد ما استوي. الريحه بقى ما اقولكوش، شايفين الدخان ده كله ريحه محشي؟ شايفين المحشي وجماله؟ هو ده المحشي ولا بلاش؟ بجد بجد طعم وريح.